القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أم المباريات أقيمت في الأسبوع ال17 من دوري جوال للمحترفين على ملعب بلدية دورة، جمعت بين المتصدر شباب الظهرية وصاحب المركز الثاني شباب الخليل. قمة أوفت بوعودها من النواحي كافة، فحضرت الجماهير بغزارة وعزفت الأهداف بمهارة، وفاز الظهرية وعزز الصدارة. الحمد لله رب العالمين، التوفيق من الله. الحمد لله قدرنا نحقق 3 نقاط ونعزز الفارق، وان شاء الله كل مباراه هيك، كل مباراه من تطلع عنا نفوز 3 نقاط اهم شيء. المباراة التي ملأ الجمهور مدرجاتها واعتلى الأسطح الجانبية شهدت خلال الشوط الأول هجوما مكثفا من قبل شباب الظهرية أسفر عن تسجيل هدف مبكر عن طريق المهاجم يحيى السباخي. بعد هذا الهدف استمر الظهرية بالزحف نحو مرمى الشباب وتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقائق قليلة عن طريق نجم خط الوسط عبد كعبية. الحمد لله، يعني اللعبه هذه بقت اهم لعبه في الدوري كله. اللعبه هاي بتبعدنا اكثر عن افريقيا جميعا، عن الوصيف والهلال القدس، وهذا يعني الحمد لله على كل حاجه. وبعتقد انه لعبه هلال اريحه هي اللي اعطتنا حافز انه اليوم نلعب بكل روح قتاليه، والحمد لله على كل حاجه. ربنا وفقنا وقدرنا نفوز وقدرنا نرجع الفارق ل 6 نقاط، والحمد لله على كل حاجه. شباب الخليل تمكن خلال الشوط الثاني من تقليص النتيجة عن طريق أحمد كشكش، لكن شباب الظهرية حافظ على هذا الفوز ليعزز بذلك صدارته لدور المحترفين ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه الشباب ويرد له الدين بعد أن تفوق عليه في مباراة الذهاب. الغزلان تعود من القمة الخليلية بأقصى سرعة لتحقق الانتصار على الجار شباب الخليل وتغرد خارج السرب، معززة بذلك صدارتها لدور المحترفين. تلفزيون القدس، محمد العدم، ملعب دورة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.